لاعب المنتخب الوطني المغربي اللاعب أيوب الكعبي. كرة نفذت بصورة جيدة وتم التعامل معها بالمقاس يا ناس. هذا هو الكعبي الذي احسن التعامل مع هذه الكره وتمكن من انهائها في المكان والزمان المناسبين معا. شباك المنتخب التونسي تتلقى هدفا ثاني. 4 دقائق اضاف الحكم 2-0 في موقعة فاس الوديه تحضيرا لكأس الأمم الأفريقية. كرة في خط الوسط مناحي الاستلام، المرور، المراوغة ومخالفة يقول الحكم. مخالفة لصالح المنتخب التونسي. لاعب المنتخب الوطني المغربي اللاعب أيوب الكعبي. كرة نفذت بصورة جيدة وتم التعامل معها بالمقاس يا ناس. هذا هو الكعبي الذي احسن التعامل مع هذه الكره وتمكن من انهائها في المكان والزمان المناسبين معا. شباك المنتخب التونسي تتلقى هدفا ثاني. 4 دقائق اضاف الحكم 2-0 في موقعة فاس الوديه تحضيرا لكأس الأمم الأفريقية. كرة في خط الوسط مناحي الاستلام، المرور، المراوغة ومخالفة يقول الحكم. مخالفة لصالح المنتخب التونسي. بالاسماء اللي يشوفوها في الملعب بخبره فرجاني ساسي وبخبره العيدوني اللي غادر وبخبره الحارس ايمن دحمان وبخبره ايضا اللاعبين اللي يرشقون في الدوريات الاوروبيه. نشوفوا المحاولات التونسيه لكن هدفين مقابل لا شيء والظهور بهذه الطريقه الجيده من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي والتمكن من تسجيل هدفين اثنين. هنا الالتحام الماضي سفيان مرابط. كرة ركنية آخر أنفاس هذه المباراة، ربما آخر محاولات هذه المباراة. كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء والحارس يتمكن من إبعادها مرتدة مضاد الحكم. أعتقد لن يدع هذه العملية الهجومية تكتمل ويعلن على نهاية أحداث هذه المباراة.